الفنان بيومي فؤاد رجع يتكلم تاني بعد اللي عمله في السعودية بعد عرض المسرحية اللي كان عليها جدال. بعد الكلام اللي قاله وعمل قلق كبير جدا ساعتها، شاف ان ما خدش حقه وطلع يتكلم تاني عن الفنان محمد سلام. فطلع في البرامج يتكلم عنه وقال ان محمد سلام حب ياخد اللقطة ويعمل شو، وعمل كده في مسرحية السعودية وبس، لكن ما قدرش يعمل ده في مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن. بالعكس، ده نزل وهزر وضحك وصور المشاهد بتاعته وما همهوش اللي بيحصل في اخواتنا في غزة. الحكاية بدأت اما بيومي فؤاد طلع من كام ساعة وبس بيقول انا كبير محمد سلام، ولما طلع واعتذر وقتها قبل ما نسافر السعودية رديت عليه وقلتله بدعي الأطفال غزة قبل ما بدعي لأولادي، وده أكل عيشي، وفي ناس كتير بيوتهم مفتوحة من الحاجات دي. ولما سلام مسك على رأيه وما غيرهوش، قرر بيومي فؤاد وقتها يردها له في تصوير الكبير، لأنه تفاجأ إن سلام بكذا مبدأ ما عندهوش مشاكل دلوقتي يروح يصور مشاهد كوميدي بتضحك، يبقى ازاي كان زعلان عليهم وعلى اللي بيحصل معاهم؟ ولا كل ده شعارات في الهوا مش اكتر؟ وعشان كده طلب بيومي فؤاد من فريق عمل الكبير انه ما يقابلش سلام اطلاقا في اي يوم هو نازل يصور فيه، ولا حتى يجمعهم مشهد في المسلسل. وبرغم المحاولات مكي كلها وتدخله للصلح ما بينهم، إلا إنه فشل يفض الخلافات دي كلها. وكمان مؤلفين المسلسل غير إنهم يعيدوا إعادة كتابة عدد كبير قوي من المشاهد عشان ينفذوا البيومي رغبته، وحس كده إنه انتصر على سلام. هو مسكتش عن كده وبس، لأ ده اتهم سلام كمان إنه السبب الأساسي في كل اللي حصل للفنان محمد أنور، الهجوم اللي غير عادي اللي حصل له وقتها. وحب يعلي على سلام وقال طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلع إشاعة إنه هو مشاك من المسلسل بتاعه ده، غير طبعا حوار أحمد الجنايني اللي طلعت ودافعت عنه. بس السؤال دلوقتي، ليه ما طلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني؟ وأنا كنت كل يوم بسأل قبل وبعد الفيديو، وده اللي أنا كنت مستنيه منك، ورزقك على الله، والعمر واحد والرب واحد. وبرر اللي عمله بيومي فؤاد في السعودية وقال أنا كنت زعلان على الفنان محمد أنور، مع إنه محمد سلام هو اللي مرشح محمد أنور وقال لنا هاتوا حد من مسرح مصر. طبعا الجمهور حس اللي بيومي بيرمي الكورة ليه عشان يرسم لهم إن سلام رفض إنه يشارك في مسرحية كوميدية في السعودية عشان حزنه على أهل غزة، وفي نفس الوقت كان بيصور مشاهد كوميدي في مسلسل الكبير قوي، وده طبعا اسمه نفاق، وأخد اللقطة أو تصفية حساب مع بيومي. وفي اللي شايفين إن محمد سلامة ما اتكلمش في حق بيومي ولا كلمة، ولا قال كلمة في حق أي حد، وفي الأول والآخر هو حر وموقفه واضح، وعشان كده بيحاولوا يشوهوا صورته، بس الناس عارفة وفاهمة إنه على حق. شايفين مين الصح بعد كلام بيومي فؤاد؟ مين اللي مظلوم فيهم، سلام ولا بيومي؟